بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهارده معانا فصين توم، معانا راس توم، بصلايه، طماطمايه، جزرايه، ليمونيه كامله بس كانت كبيره، وضربنا ده كله في الخلاط. وهنا هقطع الشبت والبقدونس. سمك يبقى شبت وبقدونس، سمك يبقى ايه شبت وبقدونس، متوفر عندك نوع واحد مش مشكله يا ست الكل، صرفي نفسك. هنا اقطع الخضار بتاعي اهو. انا ما بحبش افرم الخضار بتاعي في قلب الكبه، يعني مع الحاجات اللي انا فرمتها، عشان يديني قيمه غذائيه وريحه احلى برضو. برضو انا مقطعه قطع صغيره مش كبيره قوي، وبحبه يبان يعني على السمك وكده. احنا هنا هنعمل ايه؟ سمك مرجان. سمك مرجان يا حلاوته يا جماله. احنا طبعا هنعمل الوليمه بتاعتنا في 3 سمكات ما شاء الله، مش زي ما باين لكم كده. السمكه كانت حلوه. في ناس كانت عايزه مشوي، وفي ناس كانت عايزه مقلي، فقلت ايه، نريح جميع الاطراف. هنا بقى الخلطه بتاعتي بعد ما ضربتها في الكبه، وحطيت البهارات بتاعتي والملح بتاعي. طبعا يا جماعه انتي اول مره تعملي سمك او تشويه في البيت، لازم تخلي التتبيله بتاعت السمك الملح بتاعها زايد شويه. البهارات بتاعتك طبعا ممكن تحطي، تستغني عن اي بهارات تحطيها خالص في تتبيله السمك المشوي. تعملي نفس الطريقه دي، والبهارات لو مش عندك متوفر غير كمون وفلفل اسمر، زي الفل زي العسل، واستعمليه وكل حاجه. طبعا انا هنا بحب احط جنزبيل، وبحب احط في البهارات بتاعتي في السمك جنزبيل وسنه قرفه. ده اللي انا حطيته في البهارات بتاعتي، جنزبيل وسنة قرفة، معاكي كمون، معاكي فلفل اسمر، والملح بتاعنا يا جماعة يكون زيادة شوية في الدقة عشان السمك يشرب منه زي ما انتوا هتشوفوا هنعمل دلوقتي معاكم. يا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب دايما الأمة الإسلامية كلها دايما تكون بخير. واللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام وأعز المسلمين، وانصر أخواننا في فلسطين يا رب العالمين، وانصرهم نصر يتعجب لها أهل السماء والأرض يا أرحم الراحمين. الله ادعوا لهم يا جماعة، هم في أمس الدعاء، واحنا والله من كتر من اللي بنشوفه ربنا ينصرهم وينصرنا إن شاء الله. هنا بقيت التتبيلة اللي أنا عملتها اهي. طبعا نضفت السمكة هي اللي معايا، هي ما فيهاش أي رواسب جوه في بطنها، ونضيفة، هي أصلا بتتغذى على الجمبري والسمكة زي العسل. طبعا بتبلها من كلها من جوه بالتتبيلة بتاعتي دي، وبعد كده بقوم حاطة عليها من بره شوية دقة من فوق، واسيبها بقى تتبل براحتها في التلاجة. طبعا هنا البصل بتاعنا هنعمل طبعا اسماك، هنعمل طبعا رز بصل. بجيب البصلة بتاعتي اقطعها اي تقطيعة، مش لازم تقطيعة معينة يعني. وبننزل بيها على شوية زيت. حاولي ما تكونش ايديكي في الزيت فرطة يعني. الايدام بتاع الزيت والسمنة والحاجات دي لازم تكون ايدك متوسطة فيها، عشان ما يبقاش لايس قوي وتقرفي منه، وما يكونش برضو ايه زي المسلوق. وسط، كل حاجة في الوسط حلوة. هنا طبعا بعد ما البصلة بتاعتي اتحمرت، مش اتحرقت، اتحمرت، حطيت المية بتاعتي ونزلت بالبهارات بتاعتي. برضو فلفل اسمر، كمون، ده لو متوفر عندك قرفة حطي، عندك توم بودر، بصل بودر حطي، عندك سنة قرفة حطي، ويبقى الرز بتاعك زي الفل. طبعا المية اللي انا حطيتها كانت مكان الدقة اللي انا عملتها. حطيت شوية مية زي ما انتوا شفتوا، حطيتها بتديها طبعا، كانت مديها الرز طعم وحلاوة زي السكر. يا رب دايما تكونوا بخير وتاكلوا الاكل اللي بتعملوه وانتم متهنيين وسعداء يا رب، واللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب العالمين. هنا طبعا خلصت الرز بتاعه اهو. طبعا يا جماعه في نوع الرز، في نوع رز بياخد ميه كتير، في نوع رز بياخد يا دوبك بس تغطي الرز. النوع بتاعي ده خد، لان ما نقعتش الرز بتاعي، حطيت له شويه ميه حلوين وعليت عليه، وبعد كده لما بدأ يتشرب خالص وهديت عليه، بيطلع معاكي مفلفل وزي الفل زي ما انت هتشوفي. هنا طبعا في التتبيله بتاعه القلي بتاعه السمك المرجان ده، حطيت دقيق، معلقتين دقيق ومعلقه نشا، وكان عندي شويه فيجيتار فحطيتهم. بس دي التتبيله بتاعت الدقيق بتاعت القلي بتاعتي. وهنا حطيت ليمون عشان تمنع الزفاره، الريحه يعني بقى، طبعا بنقلي في البيت وكده عشان ما تبقاش ريحه البيت كلها سمك. بس السمك ده كان وهو بيتقلي كانت ريحته فظيعه من الخلطه اللي انا عاملاها فيها، كانت ريحته حلوه قوي 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 وطعمه جميل. الخلطه اللي انا عملتها دي استعملتها في تتبيله السمك المقلي، واستعملتها في المشوي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. هتشوفوا دلوقتي الكفر بتاعه كان مقرمش وازاي السكر. السمك ده في طعمه مقارب للسمك المكرونه اللي احنا عملناه معاكم على القناه قبل كده.
ارجعوا شوفوه برضو سمك زي العسل، سمكية جميلة ونضيفة. الراجل بتاع السمك قال بتتغذى على الجمبري بس. طبعا انت هنا طبعا بتشوي الحاجة عندك في البيت نظافة، بتغسلي راس السمكة من جوه، من جوه طبعا بتمدي كده وتغسليها وتنزلي اي بواقي دم فيها، وتبقى الحاجة معاكي زي السكر ونضيفة، وانت اللي ضمناها وانت اللي عاملاها. طبعا جبت الجريل بتاعتي سخنت، ما بحطش السمك وهي لسه ما سخنتش، بتكون سخنة طبعا بحطها، ما فيهاش اي مادة، ما فيهاش اي حاجة، تسخن بس وهي ناشفة كده بس على النار، واحط السمك بتاعي زي ما انتوا شفتوا بعد ما بغسله طبعا. ودلوقتي هتشوفوا وانا بقلبه. طبعا حتة التغطية على السمك دي بتخليه يستوي 100%، لا بتلاقي فيه ما شاء الله حاجة جوه مش مستوية ولا حاجة. شفتوا بقى الدلع والحلاوة. هنا بقى هنعمل الطحينة بتاعتنا. نص كوباية زبادي، بس انا هنا استوصيت يعني بالزبادي عشان احنا بنحب الطحينة شوية. معلقة خل، ليمونة كاملة. عندك فص توم ممكن مفروم ممكن تعمليه عليها، عايزة عندك توم باودر او بصل باودر ممكن تحطي عليها. كمون، فلفل اسمر بس. زيت زيتون من اللي عندي انا، طبعا زيت الزيتون اللي عندي ده حاطه فيه حبة البركة، حاطه فيه روزماري. طبعا بتستعمليه بقى في اي حاجة، على شعرك، على جسمك، جميل جميل جميل، وطبعا بستعمله على الاكل. وهنا الملح بتاعي، ونزلت بالليمونة ورشة الزيت في الآخر. وطبعا كان عندي عود شبت استعملته ورحت مقطعاه، كانت سلطة الزبادي تحفة تحفة تحفة. آه، الشطارة حلوة، ويا رب دايما البناتات كلها اللي بتتفرج علينا تكون شطار وتتعلم مننا يا رب. عندك اي كومنت، عندك اي تعليق علينا، اتفضلي قوليه. ويا رب دايما نكون تابعين لي، يا رب دايما نكون مفيدين ليكم ان شاء الله. وما تنسوناش طبعا باللايك والاشتراك في القناة عشان نكبر بيكم ان شاء الله. وبنحبكم في الله، ويا رب دايما تكونوا بتستفيدوا من المعلومات البسيطة اللي بنقدمها. وهنا كانت الزبادي بتاعتي خلصت. بصوا بقى الحلاوة والطعامة، بصوا بقى السمك. طبعا الخلطة بتاعتي اللي انا عملتها دي خففتها بمية وزودتها شوية ملح، طبعا الملح بتاع السمك المشوي بالذات لازم يكون زيادة شوية. ده كله كان البوتاجاز مولع على الحاجة زي ما هي. هنا كانت تشوى وش وتشوى ظهر، وبنزل عليها اهو بسيبها شوية تستوي في الخلطة اللي انا زودتها بقى دي، وتبقى السمك كده جاهز وعلى الاكل كان زي السكر، وبألف هنا وشفا على اللي كل. طبعا هنا عملنا السلطة بتاعتنا البلد اللي انتوا عارفينها. بصوا بقى السمك المرجان وحلاوته، والدقة بتاعتي والسلطة والرز بتاعي مفرفط وجميل ازاي. بألف هنا وشفا على قلوبكم، ورب دايما نكون مفيدين لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.